بنلتقي النهارده مع أحد مسرحيات نادي المسرح أو نوادي المسرح بمسرح قصر ثقافة قنا. بطلة عرض مسرحية مقبرة الشموع. مقبرة الشموع. تعرفينا على اسمك وتكلمينا عن المسرحية. مقبرة الشموع، احنا المسرحية بتتكلم المسرحية بتتكلم عن أحلام الشباب اللي هي بتضيع بسبب المجتمع وبسبب الأفكار الغلط والثقافات الغلط. وكل واحد زي ما هو بيتقتل له حلم هو بيقتل حلم لحد آخر. أنا اسمي يوستين عماد. كنت بعمل دور جوه المسرحية، بنت اسمها جميلة كانت بتحلم تبقى فنانة تشكيلية، والبيت اتريق عليها وقال لها البنت عايزة تتلون وتتمسخر. فاحنا برضو في مجتمع شوية بيحارب الفن، فاحنا كنا بنحاول بس ننور الحاجات اللي بتبقى ضلمة عند اغلب الناس في المجتمع بتاعنا يعني. سمعناكي وانت بتغني داخل المسرحية، ده فعلا صوتك؟ ايوه ده فعلا صوتي. انا بغني وبمثل. هل شاركتي في أعمال استعراضية سابقا؟ لا، أول مرة كنت بشتغل بس في المسرح في الكنيسة، أول مرة ليا على قصر الثقافة، ودي حاجة شرف كبير ليا. اشتغلت مع قصر ثقافة أوس، فأنا فخورة بيهم جدا وفخورة إن أنا كنت معاهم وجزء منهم. فكرتك عن المستقبل بتاعك في الفترة اللي قادمة؟ أنا مبسوطة وحاسة اللجنة مشجعة جدا، وقصر الثقافة كل ماله عمال يشجع الشباب الجديد، فأنا حاسة إن في مستقبل حلو وفي شغل جاي أكتر إن شاء الله. بنتمنى لك كل التوفيق يا يوستينا ونجاح دائم بإذن الله. شكرا. ألف شكر. شكرا. شكرا. شكرا.